إذن ينبغي أن تفهم المرأة على هذه الطبيعة، وأن هذه حال المرأة حتى لو كانت كما يقال مثقفة أو متعلمة أو غير ذلك، لا تسلم من هذا العوج، لا تسلم من هذا العوج. وينبغي على الأزواج أن يتعاملوا مع الزوجات مراعين هذه الحالة وهذه الطبيعة التي في المرأة والتي لا تسلم منها. وأذكر في هذا المقام كلمة جميلة للإمام ابن باز رحمة الله عليه. كنت مع بعض الإخوة في زيارة له في بيته في الطائف بعد صلاة الفجر، وكنا في مجلسه، فاتصل به متصل وأظنه من الشباب، لأني أسمع الشيخ يقول له يا ابني ويكررها، وكان قد طلق زوجته. فسمعت الشيخ رحمة الله عليه وهو يهاتف الشاب ويناصحه، قال كلمة جميلة كررها مرات، قال له يا بني، الدنيا ما فيها حور عين، الدنيا ما فيها حور عين. يكررها رحمة الله عليه، يعني أي امرأة لا بد أن يكون فيها نقص، أي امرأة لا بد أن يكون فيها نقص، لا تسلم من ذلك.